صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة معاكم شيرين من قناة كريزي مامي. قلنا كده النهاردة الولاد كانوا مأنسني وما راحوش المدرسة، فعملت كده فطار خفيف، كل واحد ساندوتش، وعملت الشاي بلبن ده. بصوا، ده باكت جاهز كده، شاي بلبن وعليه سكر، قلت اجربه. اسمه مذاق، طعمه صراحة حلو مش وحش يعني. فقعدنا وفطرنا الحمد لله. وبعد كده كان عندي بقى فراولة من اليوم اللي قبله، ما كنتش بصراحة غسلتها، وكنتش قادرة. قمت بقى نقعتها كده، حطيتها الاول، قعدت اغسل فيها كده لغايه ما الميه بقت نظيفه. وبعدين نقعتها بقى في ميه، حطيت لها معلقه سكر، وكمان هحط شويه خل. تمام. وهسيبها مش كتير طبعا عشان الفراوله ما تتهريش من الخل، يعني 5 دقايق 10 دقايق كده بالكتير، وهبدأ اللي انا اغسلها. تمام. هبدأ بقى كده اهو، انا سبتها هنا، خدتها بقى نضفتها وقطعتها وحطيتها لهم في طبق كده عشان تبقى جاهزة للأكل على طول. وزي ما قلت لكم بسيبها جاهزة على الأكل. بعد كده قلت أعمل الغدا على السريع كده عشان أنا نازلة. فده لحمة مفرومة طلعتها، فكت. وبعدين كنت، وده ايه، ده برغل، نقعت شوية بربع كوباية برغل كده في مية، بعد كده ضفتها عليهم. وده بقى ايه، بصل وطماطم وفلفل رومي وفلفل كمان حراق. وبدأت بقى اضيف هنا ملح وفلفل وبهارات لحمة. تقريبا الحتة دي ما ظهرتش معاكم. وبدأت اللي انا اعجن بقى كله كده في بعض كويس قوي لغاية ما يبقوا عجينة. وبعد كده بعد ما عجنت بقى كويس قوي، عشان معلش دي اتقطعت مني الحتة دي، بدأت اللي انا احط فيه العيش، ودهنت الصاج زيت، ومسحت فيه كده الحواوشي ودخلته على الفرن. هنا كده كان استوى اهو، ده شكله بعد ما استوى خلاص. وكنت عامله جنبه بطاطس محمره، وخلاص على كده نزلت بقى. المهم رحت، كنت رايحه للدكتور بتاعي، كنت عامله رنين مغناطيسي ورحت اجيبه. آه بقالي 6 شهور للأسف بتعالج على انه التهاب في الأعصاب والتهاب في الأوتار أو عرق النسا، يعني اتعالجت لكل حاجة تقريبا ما عدا التشخيص الرئيسي اللي طلع عندي. فبقالي 6 شهور باخد أدوية ملهاش علاقة بيبقى مقرف شوية، فلذيذ يعني. المهم اللي ظهر عندي زي ما قلت لكم ايه، انزلاق غضروفي. تعالوا بس كده هوريكم حاجة وبعدين نرجع نتكلم في الموضوع ده تاني. دي كده اللي هي المصاصة الكبيرة اللي بنجيبها، المفروض احنا جايبينها على انها فيها بقى مصاصات كتير وكده. تعالوا بقى نشوف طلع فيها ايه. هفتحها بس كده، هي شكلها من بره كيوت كده وعسولة. فتعالوا نفتحها ونشوف فيها مصاصات ولا فيها ايه. احنا جايبينها زي ما بقول لكم بس انها مصاصات. بصوا بقى طلع فيها ايه اهو. فيها 4 بونبونات كده صغننين الخضر دول، وفيها دي نص الايج كده بتاعت كندر، ده النص بس ايه، مش كندر طبعا، ده اللي هو نوع عادي مصري. وده تقليد مالتيزرز برضو، عايز اقول لكم طعمهم بشع يعني. وكمان معاهم الكورة اللي بتنور، اللي هي دي اللي بتنور دي. وكمان معاهم العربية اللي انتوا شايفينها دي. بس كده 4 بونبونات وتقليد مالتيزرز، ونص البيضة بتاعت اللي هي تقليد كندر، والعربية، في بتاع زرقاء كده، دي الكرة اللي كنت بقول لكم عليها بتنور، وبتاع ازرق كده زي عسكري صغنن كده، وما فيهاش ولا مصاصة. هما جايبينها على انها كلها مصاصات بقى وبتاع، فاخدوا بقى لف فيها. ودي كانت ب50 جنيه تقريبا. كانت تقريبا ب50 جنيه. هي شكلها من بره بصراحة بس ايه، اللي كيوت كده ولذيذ. بس كده. نرجع بقى لمرجوعنا تاني. دي الأدوية بقى اللي الدكتور كتبها لي بعد ما شاف الرنين. ده الفنترن عشان الالتهابات، وده موبك ده مسكن. تمام. و ده باسط عضلات اللي هو سيردالود لو بنطقه صح. وكمان كتب لي دواء أعصاب اهو، هوريكم اسمه دلوقتي، نيوروجلباتين باين ولا ايه حاجة كده يعني. ومعظم الأدوية دي بتتاخد بالليل. وده نيوريك عشان النقرس أو النقرس زي ما بيقال عليه. وده فيتامين د.
المفروض قال لي تاخديه 5 ايام وتاخدي يومين اجازة في الاسبوع. وده يوريفين طبعا ايه الفوار اللي انتوا عارفينه بتاع التهاب المفاصل برضو، اللي هو تبع ايه تبع النقرس يعني وكده. بس كده ده كان يومنا، ودي كده الادويه اللي كتبها لي الدكتور زي ما قلت لكم. وزي ما قلت لكم انا كنت بتعالج غلط على انها التهاب اعصاب والتهاب اورده والتهاب اوتار وعرق النسا، يعني اتعالجت على انه شد، وكمان في الاول اتعالجت على انه شد عضلي عادي، وكنت باخد بسط عضلات بس. يعني خدت كوكتيل كده من شهر 6 ويا دوب لسه بادئه اهو اعرف انا عندي ايه بالظبط، وكمان طالب مني اعمل جلسات علاج طبيعي. فاللي عنده اي حاجه بقى ما يهملش ويروح يكشف ويشوف الدنيا فيها ايه كده، عشان ما يوصلش لمرحله وحشه ويرجع يقول يا ريتني استعجلت ورحت. انا ما اهملتش يعني، بس زي ما بقول لكم الدكاتره كانت بتعالجني على انها حاجات تانية خالص. فيا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى متنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واستنوني ان شاء الله فيديوهات تانية كتير. باي باي.